السلام عليكم الاخوان، كلشي بخير؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. المهم، ان شاء الله غادي نفتح هاد القناة هادي. وغادي نحاول نهضر فيها على التسكي اولا كل ما يخص تربية المواشي اولا البقر بالخصوص. وهذا الفيديو غادي يكون قصير حيت غنشرح فيه غير بعض المشاكل اولا الاخطاء اللي كيديروا الفلاحة ولا الكسابة بالنسبة للعجوز الصغار، الأخطاء اللي كيطيحو فيها بالنسبة للعجوز الصغار. دونك هاد الفيديو غيكون قصير، غنهضر فيه على هاد المشاكل اللي متعلقين بالعجوز الصغار واللي هما راه مهمين بزاف، لأن العجوز الصغير كما كتعرفو تيكون حساس بزاف، ولا بدا خص تمشي معاه دقة دقة وتحترم دوك لي غيغل ديال التربية، وإلا راه غادي ينتهى ديك المشكل بكارثة. كما كتعرفو راه الكسابة راه فاهمين هاد المشكل ديال العجوز الصغار، راه مشكل كبير. كما كتعرفو المشكل الأول هو الحليب، فاش كيكون زايد راه كيتعتبر مشكل. كاين الناس اللي تيقولوا لا واه باش ما شرب باش ما مزيان، باش ما شرب كتر باش ما مزيان، ولكن راه العكس. راه باش ما كتزيد الحليب سيرتو في الأول، باش تكون الله زايد العجل راه تيكون حساس، المعدة ديالو مازال يعني ما كتستحملش هداك الجهد، يعني باش ما زدت الحليب بزاف باش ما غتأثر على هداك الغشاء ديال المعدة، باش ما غادي تخلقو ميكروبات وغادي يمرض العجل، وهو داكشي اللي كيجي فينا الإسهال وكيمشي تا النشاف، تينشف زعما العجل، يمشي تا بعض المرات تيمشي العجل تا كينشف، ما تيبقاش فيه الماء والناس ما تتفهمش هادشي. ومع ذلك تتكون مازال زعما مستمرة في هاديك الزيادة د الحليب، ما نقصاتش الناس من داك الحليب وتشوف شي دواء لهداك المشكل، بالعكس هما كيستمروا في ديك الزيادة د الحليب، وهذا هو اللي كيخلق لنا الإسهال وهذا العجل كينشف وفي الآخر راه تيموت إلا ما، وصعيب يداوى، إلا نشف صعيب يداوى. المهم هذا المشكل الأول وهو الزيادة ديال الحليب. النصيحة بالنسبة لهاد الحليب هو يكون يعني كمية، يعني على حساب العجل، لأن كل عجل خصو يشرب 10% ديال البوا ديالو، مثلا فيه 40 كيلو خصو يشرب 4 كيلو في النهار، فهمت؟ 4 كيلو في النهار يعني جوج الصباح جوج العشية. هي القاعدة كاع الناس راه عارفينها، ولكن كاين بعض الفئة اللي مازال ما وحاجة مهمة يكون يعني مثلا كنت تعطيه مع 7 الصباح، خص ديما يبقى مع 7 الصباح، مثلا داير 7 الصباح 3 العشية، خص ديما تبقى في هاد المدة هادي، فهمت؟ ماشي اليوم داير 7 غدا مثلا غدا مثلا تعطيه في 10 ولا، فهمت؟ لأن لابد التوقيت راه مهم، لابد تكون محترم التوقيت، مولف العجل واحد الوقيته خاصها يبقى عليها حتى تسوفر العجل حتى يتفطم. المشكل الثاني هو الماء كاين بعض الفلاحة، بعض الناس كسابة تيقولك ودي لا راه العجل تيشرب الحليب، ولكن هذا مشكل، هذا غلط. الماء لابد خص يكون من العجل، لأن الماء ما غاديش يدير لك الدياري، ما غاديش يدير لك الإسهال، لا. الإسهال كيكون إلا عندك ميكروب في الداخل، إلا كاين الميكروب وهادشي كيجي من الحليب إلا كتر، أو إلا ما نقيش، إلا نقى ما كاينش، هاد جوج المسائل كيجي منهم هداك الدياري، هداك الإسهال. الماء لابد خصو يكون، لأنه كيعاون في الهضم، كيعاون في النمو ديال العجل، لأن كما كتعرفو راه الخلايا ديالنا حنايا الإنسان راه مهم، راه الماء باش كيخدمو بزاف. الماء إلا ما كاين راه ما كتخدم تا خلية في الكور ديال العجل ولا ديال أي مخلوق حي. المهم الماء دايما خصو يكون نقي، الماء دايما خصو يكون دايما. هو واحد القضية مزيان بحال تعطي الحليب تحيدو ليه واحد ساعتين
مورا ما يشرب عاد تعطيه ليه. علاش؟ لأن إلا عطيتو مع الحليب كيتميلونجا داكشي مع داك الما، ويقدر واحد البورسونتاج كبير ديال الحليب ما يديجيراش زعما ما يديكراطاش في المعدة ويخرج. فهمت؟ لأن دوك لي بروتيين ديال الحليب راه كيشدو واحد شوية الوقت باش يتيكراضاو باش يتمصو باش يمشيو. إلا جاب الله عطيت الماء، لأن كاين بعض الرجل مثلا شي واحد صومتيه ولا ما شربش البارح مثلا واليوم عطيتيه الحليب، راه داك الحليب ما كافي باش يشدي العطش، وجبتي الحليب الماء مورا الحليب ديريكت غيشرب الماء وغيشرب الماء مزيان، وسيرفي أن داك الحليب ما غاديش غير واحد البورسونتاج قليل غادي يستافد منو، داكشي الآخر ما غاديش يستافد منو. داكشي علاش لابد خصو يكون واحد الفرق ولا واحد المدة بين هداك الحليب والما، موراها راه الماء ديما خصو يكون الماء، وسيرتو إلا كيكون الجو سخون راه لابد خصو يكون الماء دايما. إلا سخون الحال لابد الماء خصو ديما يكون في حدا العجل، يكون قدام العجل لابد. الخطأ الآخر أو الخطأ الثالث الإخوان، الخطأ الثالث هو شي ماكلة إلا بغيت تبدلها مثلا تيكونو بعض تيكون الحليب في شكل وتيكون حليب آخر في شكل، فهمتو؟ كاين لأن دوك الخناشي ديال الحليب دوك البودر الغبرة ما تيكونش بحال إلا جيتو للمكونات وداكشي راه ميكونش بحال. داكشي علاش كاين شي وحدين كيكونو خدامين مثلا شي واحد تيكونو خدام بواحد الحليب جو سي با واحد الحليب مهم كانو خدامين بيه في الديبي واحد، تيمشيو بيه واحد المدة شوية تيعاود يصاحبو كذا راه كاين حليب جديد دخل وهادي راه مزيان الأجل فورمة الأجل وكذا، تيزيد في النمو ديال الأجل إلى آخره. تيجيبو غدا ويعطي ليهم من غدا يحيد هداك لا ماشي غير الحليب كلشي حتى العلف مثلا كنتي كتعطيه مثلا الربيع مثلا 15 يوم ديال الأجل ولا 20 يوم كتجيب ليه الربيع واحد شوية ربيع يابس ولا فصا ولا داك الديماراج مثلا واحد 3 أيام ولا 5 أيام بدلتو ليه مثلا كنتي كتعطي الديماراج شوية شوية بدلتو ليه كتعطي داك العلف الآخر ديال سميتو دوزيام ديال كوباكرا بلاكا خضرا، فهمت؟ المهم هاد الشونجمون مخصوش يكون بروتال، مخصوش يكون زعما دغيا، لأن راه تتكون ديك الميكروب ديال العجل لي تتكون في الداخل، الميكروب لي كتطحن لي كديكرادا كديكرادي الماكلة، لأن دوك لي غيمينو ماشي بحالنا حنا هما تيكون عندهم بعض كيكون عندهم لي ميكروب هما تيديكراديو الماكلة، حنا لا حنا تيكون عندنا أسيد، تيكون عندنا واحد سميتو واحد شنقول ليه بحال أسيد هو لي تيعاوننا حنا باش كدوب الماكلة باش كدوز للأمعاء كتابسورب هاديك الساعات كتمشي. لي غومينون أولا البقر والنعاج وشي آخر لا هما تيكون عندهم لي ميكروب، داكشي دوك لي ميكروب تكون مولف ليهم واحد الماكلة في شكل كتجي كتبدلها عليهم بحال طاحت عليهم شي حاجة من السما ما عارفينش شناهي. المهم النصيحة فهاد سميتو النصيحة اللي كنعطيكم فهاد لوكا وهو واخا يدخل شوية بشوية مثلا نقد نص كيلو تخلي نص كيلو تميلونجي ليه مع داكشي لي كنت تعطي، تميلونجي ليه مع كيلو ديال داكشي لي كنت تعطي قبل، ولا الحليب مثلا تعطي نص فهمت، واحد اليومين عاد ديك الساعة كتدخل بها كامل. المهم هذا خطأ آخر كاين لي
هو هذا غالبا الناس عارفينه كامل، ولكن كاين شي وحدين مازال ما عارفينه، كاين شي وحدين مازال كيديرو فيهم الأغلاط. إذا يا أخوان هذا ما كان في هذا الفيديو، باش نطول عليكم، باش يعني ما قل ودل. ومرة أخرى إن شاء الله فيديو آخر إن شاء الله غادي نهضرو عليه على مسائل أخرى اللي متعلقين بتربية الأبقار سيرتو، لأن هاد الإلفاج هذا هو اللي كتير حاليا في المغرب، هو اللي عطاو الناس الأهمية بزاف. المهم كما قلنا هاد الأخطاء راه كتقتل لينا العجل بلا ما نحسو، وديك الساعة كنبقى نشكو لا الخدام كذا هادي لا، خص تراقب المسائل ديالك، الطريقة كيفاش كتربي بها العجل، الماكلة اللي كياكل واش نقية واش منقية، لأن حتى النقاط تيلعب دور. كما قلت لكم راه لي سهل يعني في الكوتي ديال الحليب، لا راه تيجي من الحليب إلا كتر، وتيجي من النقا. تقدر نيت تعطي مثلا كونتيتي هي هذيك، ولكن يقدر غير مثلا الخدام مغسلش يديه، ولا الجلدة ديال الرضاع مغسولاش، ولا هادي، هداك الميكروب تيمشي تي تي يعني تتكون عندك انفيكسيون داخل، وتيجي داك المرض ديال صافي تتانفيكتا العجل وتيمرض، لأنه هو حساس، المناعة راه قليلة. واخا يشرب اللبن ما تخاطرش، لأن العجل صغير على اللبن وعاد تيعاون مناعة فعلا، ولكن راه الميكروب راه فيهم يقدر داك الميكروب ميكونش عندو مناعة ضدو، المهم داكشي نتا تجنبو. المهم هذا مكان يا اخوان، وتابعونا معنا، الله يجازيكم بخير، باش تحفزونا حتى حنايا نديرو فيديوهات جداد وافكار جداد اللي غادي ينفعو الكسابة ديالنا، واللي غادي يزيد في البرودكسيون، و تهلا.